صحابي البايكر صباح الفل عليكم. احنا النهارده بقى هنعمل تجربه قياده لسكوتر دايون الاي دي في، وهنشوف مع بعضينا بقى التسارع، هنشوف مع بعضينا السحب بتاعه، ويلا بينا. ما شاء الله يا جماعه، بامانه الله ما شاء الله السكوتر بيهب، والله العظيم السكوتر بيهب يا جماعه بجد. اوه ولا الفرامل ما شاء الله. شايفين يا جماعه الراجل يعني صاحبي اللي بيصور ضربت فرامل الهبه خليته والله ينط عليا، يعني الله اكبر بامانه الله يا جماعه السكوتر. ايه ده؟ ايه النعومه دي؟ ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله. تعالوا بقى ايه نجربوا واحده جاريه كده، جربوه برده في المناورات. اوه لا لا لا، زوايا الميل بتاعته جميلة، الله أكبر، زوايا الميل بجد تحفة ما شاء الله يا جماعة. السحب بتاعه حلو أوي. لا بجد السكوتر ما شاء الله عليه بجد، إن هو ثابت على الأرض، دي أول حاجة. تمام. تاني حاجه في المناورات السكوتر تقيل، يعني تعرف تلعب بيه، تعرف تاخد بيه زوايا ميل. حاجه بقى جامده قوي بصراحه انا ملاحظها، المساعد بامانه الله، بامانه يا جماعه المساعد تحس ان انت راكب على حرفيا المساعد ده اجمد حاجه فيه، والله العظيم. المساعد تحس ان هو ايه يعني بياخد ويدي معاك كده، ما تحسش بالمطبات فعلا. كان في بقى كومنتس كتيره جايه لنا، اللي هو يعني ناس بتسالني على عيوب السكوتر وبيقولوا لي بكل امانه يعني. فانا دلوقتي بقى ايه هسيبكم مع صاحب السكوتر، هو راكب ورايا اهو، هو بقى هيقول لكم ايه رايه في السكوتر وايه العيوب اللي قابلته. العيوب ان القطع الغيار بتاعته كانت لسه متوفره، ده اول حاجه، وده حاجه اساسيه لان هو ايه محدش اشتراه كتير. ما هو لسه السكوتر تاني حاجه كان في الرجرجه اللي هي لسه موجوده ماشي، بس الرجه ديت يا جماعه بتحصل في السكوترات ساعه التليين، لان بيبقى الكلاتش الخلفي الحله بتاعته لسه ما طبقتش على الكلاتش، فبالتالي بيحصل زي نوع من انواع الدردره. لكن الدردره دي يا جماعه اطمنوا، هي بعد ال 3000 هتروح، وديت حصلت معايا انا شخصيا في سكوترات كتيره جدا من انواع كتيره جدا. ماشي. شايف لكن ايه لا دي العيوب، العيبين دول بس. لكن المميزات بقى فيه بسم الله ما شاء الله، يعني المساعدين بتوعهم ما بتحسش باي حاجه بصراحه. انا شايف ان المساعد، انا يعني باكل اهو، اكلت نورتين ثلاثه كده بامانه، شايف ان هو مناسب قوي بامانه والله. وتاني حاجه كمان الاندفاع بتاعه السكوتر، يعني لما بيجي يطلع بيهب يا جماعه، يعني بصوا طلعته، عايز يجري بصوا طلعته يا جماعه السكوتر تحس انه بيهب، ومع بقى ايه مع الوزن بتاعه التقيل، مع النطه، تمام، مع المساعد بقى طبعا الحلو، فتحس ان السكوتر ثابت والله العظيم. يعني حاسس ان السكوتر يعني مش 200 سي سي، والله بيفكرني بحاجات ثانيه، يعني عارفين بيفكرني بالسونتس ال 310، يعني ال 310 نفس الشعور كده، نفس القعده المريحه، نفس العدادات، الشاشه الحلوه، الشاشه نفس كمان السيطره على السكوتر في القعده. فيا جماعه بجد انا شايف ان دوت انسب سكوتر فعلا في الفتره الحاليه ان انت تقدر تشتريه فئه ال 200 سي سي. وانا حاولت ان انا في الفيديو دوت ان انا اكلمكم عن يعني تجربه قياده للسكوتر، وصاحبنا معايا اهوت هو بقى بيقول لنا ايه عيوبه، والحمد لله اهو اديكم سمعتوا منكم. وادينا الحمد لله وصلنا تاني عند شارعنا بقى، الشارع الجامد، شارع اليكس سكوتر. وتعالى اوريكم بقى رجاله فريق اليكس رايدرز كلاب، ده الفريق بتاعنا يا شباب، اليكس رايدرز كلاب. طبعا انتم مرحب بيكم ان انتم تنضموا للفريق بتاعنا. وفي الاخر بنقول لكم ارجو تكونوا استفدتم. كان معاكم المستر من فريق اليكس رايدرز كلاب.